بعد الطلاق شيرين هذا أول ما قامت بيه، وتسبب بجنون حسام حبيب بشكل لا يصدق. أهلا بيكم في قناة هبة نيوز. يا ريت اللي معملش اشتراك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مننا كل جديد، ويا ريت ما تنسوش اللايك. فنانة شيرين عبد الوهاب خلال الساعات الماضية تردد أنباء تفيد بحدوث الطلاق بينها وبين حسام حبيب بعد عودتهم خلال الفترة الماضية بعد ما انفصلوا قبل ذلك. شيرين خرجت لتؤكد بشكل غير مباشر أخبار انفصالها عن حسام حبيب، وذلك بعدما أكد الإعلامي عمرو أديب خبر طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من المطرب حسام حبيب. وروى عمرو أديب خلال برنامج الحكاية المذاع على قناة MBC مصر تفاصيل لقائه مع الفنانة شيرين عبد الوهاب منذ أيام قليلة أثناء تواجده في الرياض، موضحا أنه متواجد في الرياض لخوض تجربة إعلامية جديدة. وأكد عمرو أديب أنه التقى بالفنانة شيرين عبد الوهاب منذ 10 أيام تقريبا، وتحدثت معه عن أشياء كتيرة كانت بتتعرض ليها، وأكدت لي أنها بصحة جيدة. وأوضح عمرو أديب إن شيرين عبد الوهاب بتجهز الآن لعمل ألبوم جديد وحصري وصحتها أفضل بكتير، ولكن خبر طلاقها من حسام حبيب كان مفاجأة للجميع. وقال عمرو أديب: شيرين طلبت مني أرسل رسالة للجمهور، وهي طمن الناس عني أنا كويسة جدا، وطمن الناس عن حسام هو كويس جدا. واختتم عمرو أديب حديثه قائلا: أرجو الأمر أن يقف عند هذه المرحلة وتمر بدون مشاكل أو تلاسم بينهم، وكل واحد يمشي في طريقه بسلام. ولكن قامت الفنانة شيرين عبد الوهاب بحذف كافة الصور الخاصة اللي جمعتها بطليقها الفنان حسام حبيب، وتركت فقط صورة بوستر ألبومهم فرق كتير، وهي الصورة اللي كانت بتبارك فيها شيرين لحسام على طرح الألبوم عندما كانوا أصدقاء في عام 2016 بمجرد إعلان الفنانة شيرين عبد الوهاب طلاقهم من زوجها السابق الفنان حسام حبيب. وهذا ما أثار رد فعل عند الجمهور. يا ترى شيرين ليه سابت البوستر ده بالذات؟ هل كان سهوا أم قصدا؟ وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. تابعونا في فيديو جديد.